السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راكم تشوفوا الأحداث والتكالب تاع الجيران وبعض الدول على بلادنا، والأحداث الأخيرة اللي راهي تفوت بها بلادنا ضد العدو المستعمر وهي فرنسا. كما شفتوا في الأحداث وين فرنسا راح اعتقلت دبلوماسي جزائري. النظام تاعنا رد عليها بطرد 12 الموظف في السفارة في القنصلية الفرنسية لهنا. فرنسا عاودت دارت تصعيد وكيف طردت 12 الموظف الجزائري ثم في السفارة والقنصلية الجزائرية، يعني تصعيد. احنا ما نقولوش غير مسبوق، والله احنا رانا في مرحلة لازم تفهم الناس يفهموا الجزائريين بوكو بليس باللي حاجة ما تخوفنا وحاجة ما تخلعنا، نقولها بكل صراحة. والحمد لله الجزائر قادرة على كلش، وماشي اليوم اللي ردت بهذا القرارات ضد فرنسا. على بالكم باللي غلقت عليها شحال من مرة المجال، غلقت عليها الصادرة تاعها لهنا، عيدت بزاف قرارات ضدها وما قدروش يدير والو. الجزائر تاع السبعينات وتاع الثمانينات ماشي الجزائر تاع 2025. الفرنسيين على بالهم بها في القرارات انفسهم، على بالهم بها. الجزائر ما بقاتش كيما في الثمانينات كانت ضعيفة بالأزمة الاقتصادية تاعها والتسلح. وخير دليل أنه وزير الخارجية والرئيس تاعهم في العيد يعني جاو لهنا، هذاك الرئيس عيط لهنا. المهم يعني حب يرونجي الحالة. هذا كامل دليل باللي هم على بالهم الجزائر واش تسوى. لكن اليوم عاودت خرجت قضية جديدة، وهي قضية خلق هذاك الخاين، مانيش عارف كيف نسميه، يعني ابنه بلا ما نكملوا الجملة، تاع امير بوخرس هذاك. منها يعني فرنسا على كل حال دارت على القضية هذيك، والجزائر من حقها تدافع على روحها على المصالح تاعها. هذه هي. لكن احنا النصيحة تاعنا اللي نتكلموها، احنا عندنا ثقة في الدولة تاعنا وان شاء الله ما يكون غير الخير على كل حال. لكن النصيحة اللي نقولوها ونعاودوها هو تكاثف الجهود، اليد في اليد الجزائريين، اليد تاعهم في اليد واليد تاعهم مع الدولة تاعهم في السراء وفي الضراء. ونقول لكم ديما، نقول لكم جامي يعني تحقروا الامور. ما تقولش اليوم قضية صغيرة سيريا دوك تعاود تولي الامور الى مجاريها. يعني تقدر تولي الامور الى مجاريها، يقدر يكون فيها تصعيد اخطر من هذا. فرنسا لازم نعرفوا باللي ماهيش وحدها، يعني ماهيش وحدها. فرنسا كون جات وحدها الجزائر راح تعامل معها معامله اكثر من هذه بالبزاف. ولهذا حنايا اليوم راكم تشوفوا يعني تقدر تقول بلادنا اليوم راهي ما نقولوش محاصره، مي اعداء من كل جهه، اعداء من كل جهه. يعني دويلات اللي اللقمه تاع العيش ما يلقاوهاش حبت تتكالب على الجزائر، يعني سبحان الله. ولازم نعرفوا باللي احنا كاش ما يكون طارئ لا قدر الله، ديروا في بالكم تلقاو غير الجيش تاعكم يحميكم، ما كان حتى واحد راح يحميكم. والدليل راكم شدوا ازمه تاع مالي، ازمه صغيره ما كان حتى واحد داروا له كان قرار مع الجزائر. ولهذا دير في بالك غدوه كاش ما يكون راح تلقى غير الجيش تاعك واقف معاك، ما تلقى حتى واحد يوقف معاك. هذه وانت راك من الجيش. حنايا كي نقولوا الجيش راه ابناء الوطن، رانا كاع مع الجيش. الحاجه اللي تقيس الجيش راهي تقيسنا حنايا، هذه هي. ولهذا نعاودوا نقولوا بكل صراحه يد وحده، وقفه وحده مع الدوله تاعنا، نوقفوا مع الدوله تاعنا، مع النظام، مع القرارات خاصه تاع القياده العسكريه، نساندوهم باللي قدرنا عليه. هذه الجزائر بنيناها وصلت الى مستوى كبير، حنا ان شاء الله نروحوا بعيد بهذا المستوى. هذه والخونه هذه هي في الدنيا هذه راهم يخلصوا، ويوم الدين الحساب تاعهم باين، يعني المصير تاعهم باين. هو على باله المصير تاعو وين كاين. الانسان اللي عنده 30 سنه خيانه واش تستنى من مصير يستنى فيه؟ ما عنده حتى مصير. شوفوا هذا لو كون هذا اللي اسمه امير بوخرس، يعني كيداروا عليه تقرير في واحد القناه فرنسيه، يعني سموه باللاجئ غير شرعي. كاع الشتاء اللي يضربها لفرنسا وكاع المؤامرات سوا ديزون وكذا، وسموه لاجئ غير شرعي. يعني تبقى لقيط. هذه ربي يجيب الخير لبلادنا. هذه هي. السلام عليكم.